إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من سنن الله تعالى الكونية التي قدرها الله عز وجل بحكمته أن يتفرق الناس إلى طوائف وإلى ملل وإلى نحل، ولكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التي كانت على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هذه الفرق فرقة الأشعرية، وعنوان هذه المحاضرة: هل الأشعرية من أهل السنة؟ يقدمها فضيلة الشيخ شيخ المشايخ الشيخ أبو عبد الله حسن بن عطاء الله النفيعي العرفي، فليتقدم مجزيا من الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى محمد بن عبد الله، عليه من رب أفضل الصلوات وأتم التسليم. فقد سمعنا جميعا أن هذه المحاضرة بعنوان: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وقبل أن نتكلم عن الأشاعرة وعن حكمهم، نريد أن نبين أهل السنة من هم، ونبين منهج أهل السنة الذي صاروا عليه ومن تمسك به
فهو منهم. فالمراد بأهل السنة في هذه المحاضرة أو في هذه التسمية على الأشاعرة من أهل السنة، المراد بأهل السنة المحضة، السنة المحضة التي تقابل البدعة. فأهل السنة هم السائرون عليها، المتمسكون بها، المجتمعون عليها، السائرون على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. المراد بأهل السنة هم السائرون عليها، على السنة، المستمسكون بها، المجتمعون عليها، السائرون على منهج سلف هذه الأمة. فمن استمسك بمنهجهم وسار على طريقتهم فهو منهم، ومن خالفهم وفارق جماعتهم فهو ليس منهم. وأهل السنة، عندما نقول أهل السنة والجماعة فإن لهم أصولا وقواعد صاروا عليها، فمن خالف قواعدهم وترسل غير منهاجهم فهو لا شك ولا ريب أنه ليس منهم. ومن أصولهم وقواعدهم رحمه الله أن مصدر تلقيهم في العقيدة والأحكام وجميع أمور الدين، أن مصدر تلقيهم في العقيدة وفي الأحكام وفي جميع أمور الدين الكتاب والسنة. وما أجمع عليه سلف الأمة. هذا الأصل الذي خالف فيه أهل السنة كثيرا من الجماعات والفرق والطوائف، فإنهم مستمسكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أمور دينهم، لا سيما أمر المعتقد والعقيدة. ومن أصولهم أن دين الإسلام كامل لا نقص فيه. ومن أصولهم أن دين الإسلام كامل لا نقص فيه، وهذا أصل أصيل خالف فيه أهل السنة بعض الطوائف. ومن أصولهم أن كل ما دل عليه الكتاب والسنة حق لا باطل فيه، وأنه موافق لصريح العقل. ومن أصولهم رضي الله عنهم أن كل ما دل عليه الكتاب والسنة حق لا باطل فيه، وأنه موافق
لصريح المعقول. ومن أصولهم أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله جل وعلا وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر. وهذا أيضا أصل عظيم من أصولهم، لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر. وسيأتي هذه من الأصول التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة. الآن أنا سأسرد أصول أهل السنة سردا ثم أبين ما قالت فيه الأشاعرة فيما بعد. ومن أصولهم رضي الله عنهم أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر. ومن أصولهم يجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن أصولهم يجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه أصول وقواعد كلية شاملة لجميع أمور الدين. أما بخصوص الأسماء والصفات فأيضا عندهم قواعد وأصول ساروا عليها، منها أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنه جل وعلا بحال، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة وغير ذلك، وهي من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. وأما الصفات الفعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول وغير ذلك. وسيأتي أن هذا القسم العظيم خالفت فيه الأشاعرة فأنكرته بجملته ورمته. ومن أصولهم وقواعدهم في باب الأسماء والصفات أن أركان الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالصفة وما دلت عليه من معنى وما تعلقت بها من آثار. ومن أصولهم وقواعدهم في باب الأسماء والصفات أركان الإيمان بالأسماء والصفات، فيؤمنون بالصفة موية فيؤمنون بالصفة
فيؤمنون بالصفة وما دلت عليه من معنى وما ترتبت عليه من آثار. فمثلا صفة العلم يؤمنون بأنه جل وعلا عليم وذو علم، هذا ما دلت عليه الصفة، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، هذا ما ترتبت عليه الآثار. ومن قواعدهم وأصولهم ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. ومن أصولهم وقواعدهم أنه ليس بأسماء الله وصفاته نفي محض، وكل نفي وجد في أسماء وصفاته فهو لإثبات كمال الضد. لماذا؟ لأن النفي المحض لا مدح فيه، لأن النفي المحض لا مدح فيه، فضلا أن يكون كمال لله جل وعلا. ولأن النفي المحض ليس بشيء عدم، فضلا أن يكون كمال. فمثال ذلك قوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي جاء لإثبات كمال عدله جل وعلا. ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي جاء لإثبات كمال الضد لكمال قيوميته. وهكذا كل نفي وجد في كتاب الله جل وعلا في أسمائه وصفاته لإثبات كمال ضد. ومن أصولهم وقواعدهم في باب الأسماء والصفات النفي في الإجمال والتفصيل في الإثبات. عندما ينفون عن الله جل وعلا يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، بخلاف ما عليه أهل البدع فإنهم يعكسون القضية كما سيأتي. فعلى سبيل المثال قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء،
نفي المثلية عن الله جل وعلا على سبيل العموم. وعندما يأتي الإثبات يأتي على وجه التفصيل، أنه سميع عليم رؤوف رحيم رحمن بصير، يأتي على سبيل التفصيل. أما النفي يأتي على سبيل الإجمال، بخلاف ما عليه أهل البدع من الأشاعرة، فإنهم عندما يثبتون يفصلون، عندما ينفون يفصلون، ليس بكذا، ليس بعرض، ليس بجوهر، ليس بكذا، يأتون على سبيل التفصيل. ومن قواعدهم أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. فإذا نظرنا في صفات الله جل وعلا نجدها كلها دلت على ذات الله جل وعلا، كلها دلت على ذات الله جل وعلا، فهذا النظر من قبيل المترادف. وإذا نظرنا إلى كل صفة بعينها فصفة العلم غير صفة البصر، وصفة البصر غير صفة السمع، وهكذا سائر الصفات فهي من قبيل المترادف. كل صفة تدل على معنى لا تدل عليه الصفة الأخرى. ومن قواعدهم وأصولهم أن أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة. ومن أصولهم أن أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى من قبيل الحقيقة، كلها حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا لأهل البدع. ومن أصولهم وقواعدهم أسماءه سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فالوصفية لا تنافي العلمية. فاسمه سبحانه وتعالى الرحمن اسم له ودل على صفة من صفاته وهي الرحمة، فهي أعلام وأوصاف، يعني كل اسم تحته معنى، خلافا لأهل البدع. ومن قواعدهم وأصولهم أن الاسم من أسمائه له 3 دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى بالالتزام. إذن عندنا 3 دلالات: المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة التضمن هي دلالة الشيء على جميع معناه. نأخذ مثلا المسجد، فيه سقف وجدران وأعمدة، فدلالة الأعمدة والجدران والسقف والأساس على المسجد دلالة مطابقة على جميع معناه. أما دلالة التضمن هي دلالة الشيء على جزء معناه، فدلالة الجدار وحده على المسجد دلالة تضمن لأنه جزء منه،
ودلالة الأعمدة على المسجد دلالة تضمن، ودلالة السقف على المسجد دلالة تضمن لأنه على جزء معناه. أما دلالة الالتزام فهي ليست مطابقة ولا تضمن، إنما هي دلالة خارجية عقلية، كدلالة أن هنالك رجل بنى المسجد دلالة التزام، لأنه الباني ليس هو كل المسجد ولا بعض المسجد، لكن يلزم دلالة عقلية أن هنالك باني لهذا المسجد مع أنه موجود مسجد، هذا يسمى دلالة عقلية. فأيضا أسماء الله جل وعلا فيها هذه الثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نأخذ مثال، فاسمه سبحانه وتعالى السميع يدل على ذاته ويدل على صفة السمع دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو السمع وحده دلالة تضمن، ويدل على الحياة أنه حي دلالة التزام. مثال آخر، الخالق، هذا الاسم يدل على الذات وعلى صفة الخلق مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ويدل على القدرة والعلم، يعني الخالق لا بد أن يكون عالما قادرا دلالة التزام. ومن قواعدهم وأصولهم، أي يعني أهل السنة والجماعة، أن الأسماء والصفات تستعمل في حق الخالق، أن الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق حق في حق الخالق وحق في حق المخلوق. الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق حق في حق الخالق وحق في حق المخلوق. فمثلا العلم، الله جل وعلا متصف بصفة العلم والقدرة والسمع والبصر، كذلك المخلوق متصف بصفة العلم والقدرة والسمع والبصر، فهي حق في حق الخالق وحق في حق المخلوق. قال ابن القيم: وهذا قول الجميع، وهذا قول عامة العقلاء خلافا لأهل البدع، إما يجعلها في حق استعمال في حق الله من قبيل المجاز وفي حق المخلوق حق، أو يعكسون القضية، يقول هذه حق وهذه حق، وسيأتي التفسير إن شاء الله. ومن قواعدهم وأصولهم أن أسماء الله وصفاته جل وعلا من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب. ومن أصولهم وقواعدهم أن أسماء الله وصفاته جل وعلا من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه الذي لا يعرف معناه، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب،
كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال الرجل كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، قال له الإمام مالك الاستواء معلوم أي معروف في لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فإذا هي كلها من قبيل المحكم ليست من قبيل المتشابه. ومن قواعدهم وأصولهم لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. هذه قاعدة مهمة. لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، فإن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بها، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، ووصف بعض خلقه وصف خلقه كذلك بالعلم والقدرة والسمع والبصر، فلا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. فإذا أخذنا مثالا صفة العلم، الله جل وعلا لا شك والريب أنه متصف بصفة العلم، والمخلوق متصف بصفة العلم، فاتحاد المسمين أو اتحاد الصفتين لا يعني التماثل والتشبيه. فمثلا علم الله جل وعلا ليس مسبوق بعدم، ولا يحتريه نقص، ولا يدخله نسيان. أما علم المخلوق وهو مسبوق بعدم، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه النقص وقابل للزوال. إذا اتضح الفرق، وهكذا صاير صفاته. وهذه القضية أشكلت على الأشاعرة إشكالا عظيما، أشكلت عليهم هذه القضية، وهي سهلة كما أوضحنا، سهلة المكان. ومن قواعدهم القول في الصفات كالقول في الذات، ومن قواعدهم القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أثبتنا ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، كذلك نثبت لله جل وعلا صفاتا لا توازن ولا تشابه صفات المخلوقين، كما أنك أثبتت ذاتا لله جل وعلا والمخلوق له ذات، وأثبتت لله ذاتا لا تشابه صفات ذوات المخلوقين، كذلك تثبت لربك صفات لا تشابه صفات المخلوقين. ومن قواعدهم وأصولهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ومن أصولهم وقواعدهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن الباب واحد، فالطريق الذي أثبتنا به بعض الصفات هو الطريق الذي أثبتنا به البعض الآخر. فمن أثبت لله جل وعلا صفات معينة ونفى عنه جل وعلا
بعض الصفات فقد تناقض بأن الباب واحد كما سلف. هذه قواعد وأصول كلية لأهل السنة والجماعة يعتمد عليها في باب الأسماء والصفات، وكل قاعدة تحتاج إلى شرح مطول لكن سردناه على سبيل الإجمال. الفصل الثاني ما خالفت فيه الأشاعرة أهل السنة، وهذا أصل موضوع المحاضرة. فقد خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة في أصول كثيرة نشير إلى بعضها. واحد، قد تقدم أن أهل السنة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا آمن أهل السنة بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وجاءت الأشاعرة وقالوا في هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فنؤمن بالسمع والقدرة والعلم والإرادة والحياة والكلام، وسيأتي في الكلام كلام، إيمانه بالكلام فيه كلام. فآمنوا هذه الفرقة السبعية آمنوا ب7 صفات، وكفروا بجميع الصفات. فهذا الأصل وحده كافي في إخراج الأشاعرة من دائرة أهل السنة. ومن القواعد التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة القرآن. هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كلام الله على الحقيقة بحروفه وكلماته وآياته وصوره، غير مخلوق، من أول الفاتحة إلى الناس هو كلام الله جل وعلا. وهذا الأمر الذي خلوا فيه أهل السنة الجهمية. كانت قديم الزمان القسمة ثنائية، سلفية وجهمية. السلفية آمنوا بكل ما دل عليه الكتاب والسنة، وبكل ما نطق به الكتاب والسنة، وساروا على طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. والجهمية كانوا صرحاء، كفروا كفرا واضحا بينا. فجاءت الفرقة السبعية وأرادت أن تنزل منهجا وسطا على زعمهم، فقالوا نحن نؤمن ببعض ونكفر بالبعض الآخر، وسيأتي العلل والرد عليهم.
وخالفت الأشاعرة في هذا الأصل أي في القرآن، في هذا الأصل العظيم، وقالت هذا الكتاب العظيم هو عبارة ودلال على الكلام القديم، ولا يسمى كلام الله على الحقيقة إلا على معنى أنه جل وعلا خلقه في اللوح المحفوظ أو غيره. لا إله إلا الله. وخالفت الأشاعرة في هذا الأصل العظيم وقالت أن هذا الكتاب العظيم هو عبارة أو دلالة على الكلام القديم، ولا يسمى كلام الله على الحقيقة إلا على معنى أنه خلقه باللوح المحفوظ وبغيره. إذا خلاصة هذا المنهج التلفيقي أن هذا الكتاب الذي بين أيدي المسلمين مخلوق شاءوا أو أبوا، وهذا قاتل الظاهر لكل أشعري. أي أشعري في الدنيا تريد تناقشه أسأل عن هذا الكتاب، هل هذا كلام الله على الحقيقة غير مخلوق؟ لا يستطيع الجواب. وهذا الأصل الوحيد وحده يكفي في تنزيع الأشاعرة وأنها فرقة مبتدعة خارجة عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا كرامة. ومن القواعد والأصول التي قال فيها الأشاعرة باب الإيمان، أجمع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثلاثة أركان لا يتجزأ. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا العمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا هو الاعتقاد. إذا الإيمان 3 أركان، قول وعمل واعتقاد. فجاءت الأشاعرة الفرقة المبتدعة وأخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، قالت لا، الأعمال بما إيمان ولا خلاف الإيمان. وهم مرجئة مبتدعة في مسائل الإيمان، وهم مرجئة التي ذمها العلماء هم الأشاعرة، هم مرجئة في باب الإيمان. ومن قواعدهم وأصولهم التي خرج بها أهل السنة اعتقادهم أن نصوص الوحي لا تفيد اليقين. شوف الآن سيأتيك النازل كيف خطورة هذه الفرقة. أول شيء طعنوا في أصل مصدر، أصل مصدر القرآن قالوا هو عبارة ودلالة عن كلام الله وليس هو كلام الله على وجه الحقيقة. ثم طعنوا في الاستدلال به، فاعتقدوا أن نصوص الوحي لا تفيد اليقين. نصوص الوحي لا تفيد اليقين، تفيد الظن ممكن لكن اليقين لا. اليقين هي القواعد التي قعدها الفلاسفة وقعدها أهل الكلام هي التي تفيد اليقين، أما كلام رب العالمين لا يفيد اليقين. هذه الفرقة ماذا خطورة هذه الفرقة؟ ومن أصولهم وقواعدهم أن ظاهر القرآن كفر، هذا نص عليه الصاوي في حاشته على الجلالين، ونص عليه السنوسي في المقدمات، أن ظواهر نصوص الأسماء والصفات كفر. وهو عليه السنوسي بالقاعدة في المقدمات وأصول الكفر والبدع، وذكر ثم قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. هذا الكفر ده
لا إله إلا الله. هذا ما في كتاب السنة. برضه محمد المنتصر وسلته وجماعته يرفع عقيرتهم بالدفاع عن الأشعرية. أن أصول بل صرح محمد المنتصر أيضا، صرح هو قال أن ظواهر القرآن، ظواهر وجود الصفات كفر. ومن أصولهم وقواعدهم تقديم العقل على النقل. شفت المصدر التلقي كتاب طعنوا فيه، اعتقدوا أن ظاهره كفر وأنه لا يفيد اليقين، وتقديم العقل عليه، والعقل حاكم على كتاب الله مقدم عليه. ومن أصولهم وقواعدهم تعرف الناس ما عندهم علاقة بالكتاب والسنة، ما عندهم الكتاب، ما عندهم الكتاب والسنة، هذول ما عندهم علاقة بالكتاب والسنة، ناس مدايح، مفطرة، نوبات، قصائد، شركيات، بس وجعلوا الأمة هكذا أمة راقصة. يعني الآن مستعد العامي في بلدنا أن يجلس الساعات الطوال حول أمام هذه القصائد الشركية ولا يفل ولا يمين. أول ما تفتح له القرآن أكل يا أخي، إحنا الآن وين؟ ما يقدر يستعمل أنه صورة مشوهة للقرآن، مشوهة للقرآن بهذه الطريقة. ومن أصولهم أن أول واجب النظر، أن أول واجب النظر. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال ابن معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشاعرة لا، قالوا لا ما نرضى هذا. إيش ما ضربوا؟ قالوا أول واجب على العباد النظر، وبعضهم قال الشك النظر. لا بقول أول واجب كونك تؤمن طوال شهادة، لا أول واجب النظر. ومن أصولهم وقواعدهم تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالربوبية، لا قادر إلا الله ولا خالق إلا الله. ومن أصولهم وقواعدهم أن النبوات من باب الجائز، كون يرسل الله رسولا للناس هذه من باب الجائز وليس من الباب الواجب. ومن أصولهم وقواعدهم تكفير المقلد. شلون هذين قبل كيف نقول الإرهاب، نقول داعش، من الداعش من الإرهاب، تكفير كل مقلد، أي عامي معرف هذه القواعد التي قعدها الأشاعرة وسار عليها هو كافر عند الأشاعرة. هذا المذهب نصره جمع من الأشاعرة وهو الذي أيده الكوثري. آخر واحدة وهي أطم واحدة، ما ممكن تتوقعوا هذا الله أعلم تتوقع، الله أعلم يتوقعها مسلم من أصول وقواعد الأشاعرة. قال متأخرو الأشاعرة أنه يجوز
عقلا أن يقع الكذب من الله. وقعوه وقع يا أحمد المنتصر ما بيعرف وقع يا أحمد المنتصر. قال متأخرون الأشاعرة يجوز عقلا أن يقع الكذب من الله. قال الله ممكن يكذب، لا إله إلا الله. اتفقوا. إذا عرفت هذا معتقد هذه الطائفة السبعية الأشعرية العقلية المبتدعة